حواوشي. انت بتصورني؟ وفيديو النهارده من عند ملك الشباك. وزي ما قلنا لكم فيديو النهارده من عند ملك الشباك. صينيه عظمته نيو اديشن وخصم خاص عشان عظمته. صينيه عظمته نيو اديشن في ملك الشباك وبس. خش عليا بقى بص سعرها عامل كام؟ 1500. من النهارده الصينيه دي ب 1250 جنيه لاي يجي عند ملك الشباك فرع امبابه وبس. صينيه عظمته ام 1250 جنيه. فيها ايه؟ تعالوا نتفرج مع بعض. فيها 2 رغيف حواوشي كله لحمه بلدي مع نص شرايح ونص سجق ونص كفته ونص فرخه ونص شيش. كل ده تحتيه فرشه من الرز مع 5 سلطه طماطم وسلطه خضراء و5 طحينه وعيش بس انت كل. يلا بينا ندوق ونقيم ملك الشباك. خش اول حاجه على الحواوشي. بص تسويه الحواوشي، اللحمه البلدي، اللبابه بتاعت العيش، القرمشه. وانا في الحواوشي بموت في العيش المقرمش. يلا بينا بسم الله. والسر عندهم في الحواوشي في طريقه التسويه على الشباك وعلى الفحم، عشان كده العيش بيطلع مقرمش جامد جدا من بره ومن جوه طري جدا. ايه الجمدان ده؟ يلا بينا بقى نجرب حاجه جديده عند ملك الشباك. السجق المشوي على الفحم وعلى الشباك، واخد كده قرمشه من بره وطعمه جامد جدا من جوه. اهم حاجه فيه ان التوابل بتاعته خفيفه جدا، رايق كده مع لمسه الطحينه، بتاخد السجقايه في حته تانية خالص. واهم ايتم بقى موجود عند ملك الشباك الشرايح، وعشان كده هو اتسمى ملك الشباك. حته لحمه كده متقطعه صح. سر في التفاصيل. شايفين اللحمه بتدوب قبل ما احطها في بقي. والتفاصيل هنا عشان هي متاخده من قطره حته لحمه موجوده في الذبيحه ومن عند اقوى الجزارين اللي موجودين في الوراق. اول مره اكل كباب مش محتاج طحينه، هو لوحده رايح. يلا بينا نروح على الكفته المشويه. الكفته عنده مميزه. ليه بقى مميزه؟ عشان هو بيعملها بتتبيلته الخاصه، مش هتاكلها عند اي حاتي، مش هتاكلها الا عند ملك الشباك. وتسقسقها بقى كده مع شويه طحينه، بجد روقان. فراخ الشيش، بص التتبيله بتاعت الفراخ، بص البياض بتاع الفراخ، بص التتبيله واصله لغايه فين، بص. نفس الكلام بالنسبه للشيش، بياض ونقاوه زي ما بيقولوا. الشيش عندهم المارينيه بتاعه التتبيله مميزه جدا، مش مخليه فيه اي ريحه للزفاره نهائي. بجد شابوه ملك الشباك. مع معلقه بقى من الرز البسمتي المفلفل اللي معمول على نار هاديه، طعمه كان حوار. ملك الشباك فاتح في امبابه في ارض الجمعيه، اللي يروح هناك يسال على العروض بتاعت عظمته. المشويات في امبابه يعني ملك الشباك وبس. سلام.